هند الحرشاوي معطلة. السياق اللي نزلنا فيه اليوم كان هو اولا تضامن مع الطبقه العامله، ربما ما كانش الحضور ديالها اليوم كافي، ولكن حنايا يعني لبينا الطلب. ثاني حاجه الحضور ديالنا هو من اجل التنديد بالاعتقالات اللي كطالنا، من اجل التنديد بسلسله ديال القمع اللي ولينا كنتعرضوا له، واللي وصلت الضريبه ديالو انه تم الاعتقال ديال الاطر 9 ديال الاطر وتم التحويل ديالهم للحبس الزكي، يعني في حاله ديال اعتبار الشكل اللي كانوا خاضوه في الاخر كيتحاكموا اولا كيدوزوا في حاله ديال جنايات، يعني اللي هي سابقه اول مره كنشوفوها ولا اول مره كنتعاملوا معها كاطر، يعني هي في الشارع المغربي متواجده تلفيق التهم وهذه المسائل، ولكن على مستوى ديال الاطر كان اول مره كنتصادفوها من بعد ما كانت عندنا 48 ساعه. شي مره كيكون الاعتقال، شي مره كيكون تيترخاو، هذا وصلنا لواحد المرحله لانه ولا كيتحول الاطر كيتحولوا للجنايات، الحبس ديال الزكي، المعاناه ديالهم بحكم حنايا كنتعاملوا مع العائلات ديالهم وفي اللجنه ديال المعتقل، المعاناه ديالهم اللي هي كيعانيوا بشكل كبير في علاقتهم مع السجناء ومع الناس اللي مع السجانين، في السجناء في التعامل ديالهم معهم، والسجانين في التعامل يعني الوحشي والهمجي في حقهم، وراه ملي كيتعرضوا للضرب كيتعرضوا للاهانه. حنا هنايا من اجل التنديد بهذه المسائل هذا، ومن اجل التذكير ديال باننا حنا اطر، باننا معطلين، خاصنا الاداب تصغى لينا، لانه ولينا ما كاينش اصغاء، ما كاين حتى شي حاجه، كاينه حاجه وحده وهي القمع، كاينه حاجه وحده وهي الاعتقالات. حنا المطالب ديالنا باينه وهي الافراج، ما بقيناش كنقولوا خاصنا نتوظفوا ولا خاصنا، ولينا كنطالبوا بالافراج ديال المعتقلين ديالنا، وخاص يتعاد النظر في هذه الامور هذه، وخاصنا نتحاسبوا مع الناس اللي كيعتقلوا هاد الاطر هادو واللي كيقمعونا من داخل الشارع باي صفه. الانسان كيقرا حتى كيعيا وفي الاخر كيتحابس كيدوز للزاكي، يعني راه ماشي امور اللي هي بسيطه، خاصنا نتحاسبوا معاهم، يوفروا لنا شي حاجه، يوفروا لنا شي ارضيه. الا ما كانتش الارضيه يشوفوا لنا الصيغه، الا ما كانوا عاجزين انهم يلقاو الحل حنا مستعدين. حنا كنا اطر، كاين اللي عنده في الاقتصاد، اللي عنده في القانون، اللي عنده في اي حاجه، في الشيمي، في اي حاجه، مستعدين اننا نجلسوا معاهم ونناقشوا معاهم. الا كانوا هما عجزوا انهم يلقاو لنا حلول، حنا مستعدين نجلسوا معاهم ونلقاو الحلول بدل عليهم، او لا ينسحبوا ويخليو وحدين اخرين انهم يتحملوا المسؤوليه ويعرفوا كيفاش يدبروا الشأن العام ديال المغاربه. انا كنأكد على حاجه وحده، باننا حنا صامدين هنا من داخل الشارع، وكنتضامنوا مع جميع الحركات الاحتجاجيه، وكندينوا جميع الاعتقالات اللي كطال ابناء الشعب المغربي من حركه من 20 فبراير، معطلين، طلبه، عمال، كنتضامنوا مع كل شيء، وكنستنكروا الواقع اللي كيعيشوا المغاربه كاملين. تحيه لكم. شكرا.